السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وكل متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حلقة عن عاداتنا وتقاليدنا بين أهل الريف وأهل المدينة، وهنتكلم عن المهر والشبكة، وازاي في مغالاة في المهور، وازاي في بعض الناس في بساطة في المهر. السلام عليكم يا حاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك منين يا حاجة؟ من أسوان. من أسوان. أهلا بيكي وبكل ناس أسوان. بنتكلم عن الفرق في المهر وفي الشبكة والذهب وكل حاجة. لما الشاب بيروح يتقدم، الفرق بين المدينة والقرية طبعا، والصعايدة بالذات، يعني حبايب قلبي ربنا يخليهم لينا، أنا بموت فيهم على فكرة، بس بعتب عليهم بقى في حتة المهر والشبكة، بيغلوا جدا، وده يمكن من الشيء اللي هو مش مستحب لدى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول وصانا إن احنا ما نغلاش في المهور، ويعني بيقول ان هو اكثركم بركه اقلكم مهورا. حضرتك تقدري تقولي لنا عاداتكم وتقاليدكم هناك بالنسبه لما العريس بيروح يتقدم؟ احنا عندنا في أسوان أهم حاجة الشبكة. اهم حاجه الشبكه. الشبكة بقى بيجيب يعني كمية، وحاجة اسمها كرسي جابر، عقد كبير ما شاء ممكن الله. يكلف بتاع 30-35 ألف العقد. اللهم صل على النبي. وبعدين ما عندناش المهر وما عندناش القايمة زي هنا في مصر. امال ايه بقى؟ الواحدة بقى لما لا قدر الله بتطلق بتطلع بطولها. تطلع بطولها. ليه كده؟ احنا على اساس ان هي ما كلفش فيها حاجه كتيره، يعني هو ما غرمش معاها ولا ما غرمش. ليه؟ هي اللي بتجيب العفش احنا كان الاول هو يجيب كل حاجه ما عدا هي المطبخ، هي اللي كانت بتجيب ادوات المطبخ. ايوه. بس دلوقتي عشان الظروف اختلفت، بقت البيت دلوقتي عليها اوضه المعيشه اللي هي اوضه الاطفال والمطبخ. بس هو بقى عليه كل حاجه، سجاجيد، نجف، ستاير، اوضه اطفال، انتريه. زي ما هو زي يبقى شايل الحمل الكبير، هو شايل الحمل الكبير. يعني الحمل الكبير على العريس. بس حته القايمه دي ما عندناش. طب افرضي ان هو ظالمها ومن حقها شرعا ان هي تاخد الجهاز ده. لا، ما هي طالما ما جابتهاش مش من حقها. طالما ان هي ما اشتريتوش. لا، ما هي ما اشتريتش الجهاز، تاخدها ليه؟ بس اللي انا اعرفه ان الزوجه هنا لما بيتكتب لها قايمه وحصل مثلا ظلم من الراجل عليها، من حقها ان هي تاخد كل حقوقها من المؤخر والقايمه والمتعه وكل حاجه. لا، ما عندناش احنا الموضوع ده لان احنا ما كلفناش. وبعدين ما عندناش محكمه ولا اروح ابلغ ولا كلام من ده. عندنا اللي هي الكبير من الكبير. كل قريه عندنا ليها جمعيه. اللي هم الكبار بيقعدوا يحلوا المشاكل. ما عندناش بقى النوبيين يدخلوا محاكم وكلام من ده، دي مش عندنا. والله برافو عليك. لا، ما عندناش الحته دي. يعني بدل ما نخش محاكم. لا، ما فيش عندنا. النفوس تشيل اكتر. لا، ولا عندنا المحاكم ولا عندنا الجواز العرفي ولا الكلام اللي بيحصل في القاهره. الجواز العرفي ده عندنا ما فيش. بس يا حاجه، حضرتك كده مش شايفه ان في ظلم على الست ان هي لما تيجي تتطلق ما تاخدش حاجه عشان هي ما جهزتش اغلب الجهاز؟ ما هي بتاخد حاجتها اللي هي جابتها بس. بتاخد الحاجه اللي هي جابتها بس مش يعني جابت مثلا. كان زمان عشان ايامي انا ما كانش فيه الحاجات دي. يوم ما قدر الله انا كنت هتطلق مثلا اطلع بطولي، لان انا ما جبتش حاجه الا ادوات المطبخ اللي بتتحط جوه المطبخ، اللي هي زي القطقم والحاجات دي. لكن دلوقتي بالنسبه للظروف البنت بتشتغل والولد بيشتغل، فبيحصل كده. بس احنا اغلبيه شبابنا مسافرين بره، عشان عارفين ان احنا يعني البنت بيتقلوها. فما ينفعش العيشه بتاعت مصر. اغلبيه شبابنا مسافرين. اللي في الكويت واللي في السعوديه وفي الاردن والامارات كده. تمام. قليل قوي اللي قاعد هنا في مصر. ما هم بصراحه يعني هم بيشقوا وبيتعبوا وانتوا كمان بتغلوا في المهور قوي، يعني ده شبكه وعفش وشقه ما شاء الله يعني. بس انت مش شايفه ان في كده ظلم للبنات؟ طبعا في ظلم، بس أكيد. هي دي بقى تقاليدنا. وبعدين عندنا بردك تقاليد. احنا ما بنتجوزش اي واحد. البنت ما بتتجوزش واحد مصري قاعد في مصر. يعني احنا لازم نتجوز واحد نوبي من نفس البلد. نوبي. ما عندناش واحده تتجوز واحد. ليه؟ بردك عشان بيحافظ عليها. بردك النوبي بيقدر يحافظ على عادات وتقاليد عاداتنا خلاص يعني بعضيهم. ايوه. احنا يعني طلعنا لقينا كده. فاحنا ماشيين. وافرضي ان الحب غلب، يعني هو مثلا الشاب خرج مثلا سافر بره وحب واحده هناك واتجوز من هناك، هل ده بيكون في يعني معارضه من عندكم؟ لا، بالنسبه للولد ان شاء الله يجيب واحده اجنبيه واحده يهوديه مالوش اي. لكن البنت هي اللي ما بتخرجش بره. ما تخرجش بره. لكن الولد براحته، يا رب يجيب واحده يهوديه.
ده مفيش في مشكلة. ظلم برضه، دي نقطة تانية فيها. أيوة. ظلم للبنت، ظلم ظلم ممكن هي لأن كمان تحب حد تاني. لا، ما طالما هي عارفة ان ده مش هيحصل ما فما فيش تبصش داعي بقى. للحب والكلام ده. بس يا حاجة دي حاجة مش بإيدينا، يعني حاجة لا نملكها، الحب ده بإيد ربنا عز وجل. فساعات ممكن الحب يحصل غصب عن بنت تكون جاية مثلا تتعلم هنا في مصر، غصب عنها شافت زميلها قلبها حبه، فهو في ظلم من ناحية الشرع والدين بصراحة يعني. فنتمنى ان بعض العادات السيئة دي تتغير ونحتفظ فعلا بالعادات اللي هي الجميلة اللي ان احنا يعني بنتشرف بيها قدام العالم كله، ان احنا عندنا عادات وتقاليد حلوة جدا، وفي بعض عادات ما بنحبهاش او بيكون فيها يعني تعسف شوية، نرجو ان هي تتغير. طيب ايه تاني من عاداتكم في اسوان يا حاج؟ عاداتنا بردك حتة الحنة لازم تتعمل. ده الحنة دي حاجة الحنة جميلة جدا، اسمع عنها. لازم الحنة، العروسة والعريس لازم بيتحنوا. وعندنا بقى حاجة اسمها جلة، اللي هي بقى أهل العروسة بيخدموا أهل العريس 3 أيام. بيخدموه 3 أيام. أهل العريس نفسهم؟ بيخدموا 3 أيام، فطار غدا عشاء. من ناحية حمام يعني. لازم بنجيب مثلا 20-30 جوز حمام. اللهم صل على. وبعدين يوم السبوع لازم أبو العروسة لازم يجيب خروف مذبوح ومعمول عند حردمون جاهز. ده يوم الفرح ولا الصباحية؟ يوم السبوع كمان. بيبقى أهل العروسة متحملين ان هم يجيبوا يغدوا لازم ده الخروف لازم يغدوه. كان الاول بنجيب فراخ ولحمه، كان الاول ديك بط كده، لكن عندنا دلوقتي لازم الخروف. لازم الخروف يتذبح على السبوع. ظروفك حلوه، ظروفك وحشه، تعملي جمعيات لا حول ولا قوه الا بالله. ما دي تقاليد بقى عندنا، بس تقاليد صعبه في زمن الغلا ده يا حاجه. يعني في ناس يعني بتبقى ظروفها مش قادره، كتر خيرهم ان هم مثلا يعني انا كان على ايامي الاكل ده مثلا ممكن لمده اسبوع اسبوعين اهلي بيتي يعني ابويا وامي واخواتي يجيبوا لي الاكل تمام كده. غير كده خلاص بقى العروسه بتعتمد على نفسها وتنزل تروح السوق وتطبخ وتعمل كل حاجه. انما انا دلوقتي بقيت اسمع عن عادات وتقاليد، ولازم الاكل للعروسه ولحماتها ولحماتها لازم يروح ليله الدخله دي. يعني حقيقي فعلا المواضيع دي. ايوه عندنا برضك كده، هي الكحك بالبسكوت بالحاجات اللي بتاعت العروسه لازم يروح لاهل العريس، لمامه العريس واخواته، غير موضوع الاكل وغير الحاجات. انا سمعت عن حاجه تانية، ان في جوازه مره وقفت بسبب ان العريس معترض على 25,000 جنيه مخبوزات لازم يتعملوا عشان يتفرقوا على الناس اللي هتيجي تبارك في الصباحيه. ايوه حقيقي فعلا بيحصل وبيطلب مبالغ كبيره كده عشان المخبوزات. ايوه بيحصل. لا اله الا الله. تقولي لي والله اديني العقل يعني. كل بلد وناس لها عادات وتقاليد غير اهل الكهرويه بمصر. تعالي بقى اتفرجي على افراحنا. صفحه شفتها صفحه. تعالي بقى اتفرجي على افراحنا في ربنا النوادي. مش غامقه يعني. ربنا يتوب بينا يا رب يا رب يا رب. مش هتاخدني؟ يلا. هو عشان كده بقى دلوقتي ابتدت الشباب تطلع بره الغلو اللي هم شايفينه والطلبات، ابتدوا يطلعوا بره الشباب. ايوه ربنا يتوب بينا يا رب يا رب. ربنا يتوب بينا. حضرتك جوزت حد من اولادك ولا لسه؟ لا لسه مخطوبه لسه. بنتك لسه مخطوبه. برضه هتشدي وتغلي. لازم يعني. ربنا يرحمنا برحمته. الجمعيات والحاجات دي لازم من دلوقتي. وربنا يخلي لنا اسوان واهل اسوان يا رب. من النوبه برضو، عريسها برضو من النوبه برضو. مش مشكله الولد يتجوز زي ما هو عايز. ده الصبيان واخده حقها. يحافظ على الواحد. بس مش شرط، ما برضه اكيد في كل حته. اكيد في كل حته بيبقى في مشاكل فعلا. متشكره جدا حاجه. اسم ابنك ايه؟ محمد. ام محمد. متشكره جدا يا حاجه ام محمد. الاخت ام فاروق هتقول لنا عاداتها وتقاليدها. انت منين؟ من الصعيد؟ احنا من الكريمات. كريمات بني سويف؟ تبع بني سويف. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. طيب عاداتكم وتقاليدكم زي نفس عادات وتقاليد اهل اسوان في الجواز والمهر وكده؟ لا احنا عندنا العريس بيجيب اوضه النوم واوضه الاطفال وركنه. او يجيب قعده عربي. ده اللي على العريس، وب 50,000 جنيه دهب.
تمام كده في المتوسط معقول يعني. طب يعني ده اوسط حاجه اللي هو ايه يعني لمين ايدينا، واهل العروسه يكونوا كمان راضيين عليه. والعروسه بقى بتجيب الاجهزه الكهربائيه؟ العروسه بقى بتجيب من كل طقم 4 و5. اللهم صل على يعني طقم الالمونيا يجي فرد ويجي طقم 3 اطقم في الكرتونه. غير الطشوطه، غير القروانات، غير الصواني، غير كل حاجه بقى بس كتير قوي كده يعني. كان زمان هو طقم حلل واحد. لا، وغير السيراميك والجرانيت وكل اللي طلع جديد ده كله العروسه بتجيبه. لازم تحط حاجات تشيل منها لبناتها. ما هو كل لما كمان عشان تشيل لبناتها اللي لسه ما ربنا ما كتبلهاش. والله حرام. بس احنا كده يعني بنكلف الابهات فوق بنكلفهم يا عيني. في ناس والله بتضطر تبيع ارض وتبيع بيوت عشان تجوز بنتها، عشان تستر بناتها. أيوة. والشغل عيب عندنا، عيب. ما ينفعش البنت تطلع تشتغل ايا كانت وصلت في العلاء. ما شاء الله. والله يعني جوزك يشغلك مش مشكله، بس انت ابوك ما يشغلكيش يعني ما تساعديهوش. والا حالك يقف وما تتجوزيش. لا ليه يعني؟ هل بيعتبروا البنت اللي بتشتغل قبل الجواز دي عيب يعني؟ ماشيه بقى براحتك يعني. لا هي نظره خاطئه طبعا. طبعا. لان البنت المحترمه محترمه في اي مكان وفي اي وقت. أيوة. يعني ما تقدريش تعملي اي حاجه غير يعني انت عند جوزك اشتغلي ساعديه، لكن تساعد ابوكي في جهازك لا. بيعتبروها عيب في عاداتكم وتقاليدكم. عيب. الثلاجه بيجي دي فريزر وبيجي ثلاجه وتيجي ثلاجه ميه يعني حاجات، وبيجي 3 غسالات، غساله لام العريس وغسالتين ليها هي، واحده فول اوتوماتيك وواحده بروحين. طب ليه يعني ام العريس ليه هي فرض علينا؟ لا ده بنت بتجهزها بتبعت لها عربيه فرن خبيز، وبيجي لها بوتاجاز صغير يعني ما يكونش زي بتاع العروسه. وبيجي لها بوتاجاز اللي هو الصغير بيتعمل عليه الشاي ده لام العريس. لام العريس. ولو انت ما جبتيش ده كله بتجيبي لها غوشه وخاتم. يا سلام بيضة. من العروسه من العروسه لام العريس. بس ده افترا قوي يعني. والله يعني حرام والله. حاجات في الجهاز والبطاطين 8. عادات مش حلوه قوي بصراحه. مش حلوه خالص. بس ده من سمعتوا عليه. خلاص. البطاطين ده 8 بطاطين. لام العريس؟ لا البطاطين للعروسه. ام العريس بطانيه وكبرتها. طب كويس. لازم وتكسلها. احنا عندنا بنقول المنظره، يعني المنظره دي اوضه الانتريه يعني عندنا احنا هنا في مصر. تكسلها المنظره سجاد كمان ومساند. ده بتتجهز من اول وجديد وستاير تجيبي لها الحاجات يعني. ده كويس. والله ده عاداتنا والله. ده اللي مخلفه 5 6 صبيان في الصعيد دي هتبقى غنيه بسبب الصبيانه اللي مخلفاهم. لان بيقول لك كل عروسه لازم تجيب لهم العريس الحاجات دي. انت ايه رايك يا حاجه؟ انا افرح قوي عشان انا اتجوز الواد. يعني انت مبسوطه بالعادات والتقاليد ديت؟ خلصت فلوسي على البنتين، خلصت فلوسي. ايوه. اتجوز الواد بايه انا بقى دلوقتي؟ اروح انا اشبك من عندهم. ايوه. بس العريس بيتنحل الوبر وبقى ايه في ايه بتدي العروسه 30,000 جنيه غير الذهب دول عشان تعمل لك كحك وبسكويت بيهم وتجيب مكياجات. ما هتجيب عبايات 30,000 دول بيديها 30,000 جنيه كسوة وكحك وبسكويت. ولو هتجيب حاجات شامبوهات وحاجات دول 30. غير بيروح يحجز لها عند الكوافير. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني بصراحه يعني ده حمل جامد قوي. ده احنا عندنا هنا في القاهره بقى الامور متيسره جدا. احنا عندنا فضيحه لما الواحد يجوز بنته بخاتم ومحبس ودبله. ده فضايح والناس يعيبوه. يعني فضيحه هناك. انما هنا دلوقتي بقت الحاجه اللي هي المعتاده يعني. الحاجه المعتاده ان احنا بكل بساطه دبله وخاتم ومحبس. وهي مش جايبه حاجه بس في جواز وفي فتح بيت. احنا عندنا لازم هو يخرب الدنيا وهي تخرب الدنيا وممكن سنه ولا حاجه ما يتفقوش ويحصل نصيب. لا اله الا الله. بس بصراحه يعني عادات صعبه جدا جدا. عادات صعبه جدا جدا. ونتمنى ان يعني اهالي الصعيد يغيروا منها شويه. طبعا ده بالنسبه للصعايده كمان حبايب قلبي يعني دماغتهم ناشفه وعاداتهم وتقاليدهم يتمسكوا بيها جامد جدا. بس نتمنى تروحي تتقدمي العروسه تتقدمي تاخدي قفص فراخ، زباطه موز، 3 كراتين تفاح الالوانات التفاح، تاخدي مثلا تاخدي
جميع الفاكهه بتاعت الموسم اللي انت فيه، في موسم الصيف او شتاء. اللهم صل على والله. وكل واحد العريس بينقط يعني بس بيروح يشوفها ويتفقوا، بينقط العروسه ب 1000 جنيه، وكل اللي رايح معاه من اخواته وامه وكله كل واحد ايه 500 300 اقل واحد 200. في قرايه الفاتحه؟ لا في اتفاق، احنا هنقرا فاتحه مثلا كذا او هنقرا فاتحه دلوقتي كده، احنا جايين لكم نتعرف عليكم ونقعد معاكم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ده الاتفاقات. يوم قرايه الفاتحه ممكن يجيب لها من الذهب دبله ومحبس. لا مش عارفه هي ما شاء الله ما شاء الله. تروحوا فين؟ بس 2.5 بس 60 فين؟